سلام الله عليكم. وسعد الله اوقاتكم بكل خير. قبل ما نبداو نصليو على نبي العدنان عليه افضل الصلاه والسلام. كان حتى كان في قديم الزمان في واحد القبيله بعيده، امي هنيه توفى راجلها وبقات عايشه غير هي وولدها المختار اللي كان ناقص شويه في عقله. وباش تعيش هي وياه كانت تدور من قبيله لقبيله، واي واحد كان ظالم وكيتعدى على عباد الله كانت كديرها به وكتدي ليه كاع داكشي اللي عنده. واحد النهار واقفه في النص ديال الطريق، كانت كتسنى واحد الشيخ ديال واحد القبيله كان ظالم، وغير بان ليها جاي على حمارو بدات كتحفر وجبدات اللويز اللي كانت دافنه في ديك البلاصه من قبل. قال لها اش كديري يا لاله؟ هادي راها طريق ماشي ارض حراتيه. قالت ليه عارفه يا سيدي، ولكن هاد العتله فيها الحكمه، غير كنحفر بها في الارض كيخرج اللويز والذهب. ها انت شوف بعينيك. السيد تعجب وهو يقول ليها ومنين جاتك لاله؟ جاوباتو وقالت عطاوها ليا شي جواد، ولكن انا صحة على قد الحال، ما نقدرش كل نهار نخرج نحفر بيها، راني بغيت نبيعها. قال ليها وبشحال بغيتي تبيعيها لاله؟ قالت لي بغيت غير داكشي اللي غادي يكفيني نعيش بيه حتى يدي مول الامانه امانته. قال ليها انا غادي نعطيك الفلوس اللي عندي ونزيدك حتى هاد الحمار واعطيها ليا، ولكن قبل خاصني نجربها. قالت ليه دابا ما يمكنش حيت فات الحال وبدا كيطيح الظلام، تا الغدا ان شاء الله بحال هاد الوقت. قال ليها ما يمكنش، خاصني حتى نجربها حتى نشريها. قالت ليه واخا سيدي، تا الغدا ان شاء الله وجربها، خليتك على خير. وهو يقول ليها بلاتي يا لاله تسناي، انا غادي ناخدها من عندك اليوم. ايوا يا سيدي داكشي اللي كان، خداها من عندها وعطاها داكشي اللي اتفقوا عليه، ومشات كملت الطريقه هي ولدها. بقاو غاديين حتى طاح عليهم الظلام وسط الغابه، بان ليهم واحد الغار دخلوا يرتاحوا وينعسوا فيه حتى للصباح. صباح الصباح فاقت امي هنيه، شدت الطريق هي ولدها حتى وصلوا لواحد القبيله وجلسوا يرتاحوا وسط السوق. اما شيخ القبيله اللي بعت ليه العتله خلاته النهار كامل هو يحفر ويقلب على اللوز والذهب حتى خرج ليه العقل. ايوا يا سيدي امي هنيه كانت جالسه حتى سمعت شي رجال كيهضروا ويغوتوا، دخلت وسطهم وسولاتهم مالكم السيادي ياك لاباس؟ وهو يتكلم واحد فيهم وقال والو لالا، حنا غير بياع وشرايه صغار، كنجيو لهاد الرحبه ديال الدلاله باش يجي الجمال وناخدو من نص العب اقل ثمن. ساعه تسلط علينا واحد كرش الحرام عنده اللي تحرك ما يتم، كيخلي محلاته وتجارته وكيجي يتزاحم معانا حنا، كيدخل في المزايده وكيطلع علينا السوق. وهي تقول ليه هادشي ما يبغي لا ربي لا عبدو، شكون هو وليدي هاد التاجر اللي داير فيكم هاد الحاله؟ جاوبها وقال تاجر عاشور. قالت ليه واش غنقول لك وليدي، الله يصاوب لكم من عنده. ومشات السيادي كتقلب على المحل ديال التاجر عاشور حتى لقاتو، دخلت عنده وقالت ليه السلام عليكم، عندي لك السي عاشور واحد الهوته. جاوبها وقال بحالك انت غادي تكون عندها هوته؟ محال. قالت ليه نعس الشيطان السي عاشور، العود اللي تحقرو يعميك، هاد الهوته اللي جايبها ليك الا مشيت حتى حطيتها في السوق
غادي نوض عليها المقاتله بالسيوفه. هو يقول لها ايوا ورينا اش عندك، وهي تجبد ليها سيدي واحد القدره. بقى كيضحك وقال واش كتضحكي عليا ولا نيت نتهبيله وندير راسي فيك؟ جاوباتو وقالت ما كنضحكش عليك السي عاشور ولا هبيله، انا مرا بعقلي وكنت عارف الحكمه اللي في هاد القديره تخلصني وتزيدني فوق الخلاص وتبوس لي يديا ورجليا. قال لها بارك عليا من التخراف ونوضي خرجي عليا. قالت ليه ما غادي نمشي من هنا حتى نوريك الحكمه اللي كاينه في هاد القدره. قالت ليه هاك شوف هاد القدره راها خاويه. ايوا دابا عيط لي على الخادم ديالك حتى هو يشوفها ويجيب لينا شويه ديال الماء ومجمر شاعل. وداكشي اللي كان، جاب ليها الخادم الماء وعمر ليها هذيك القدره وحطها فوق المجمر. قالت ليه دابا غادي نتسناو الماء حتى يسخن. وهو يقولها السي عاشور اها ومن بعد؟ قالت ليه من بعد غادي تشوف الرزق والخير اللي غادي يخرج منها. وطلبات من الخادم يجيب ليها قصريه. تسنات حتى سخن الماء، شدات ديك القدره وخواتها في ديك القصريه وهي تهبط منها الفلوس، حيت من قبل السيادة مهنيه شدات ديك القدره ولصقات في الجناب ديالها دوك الدراهم وما خلاتهمش يبان. السي عاشور تعجب وبقى غير كيشوف، وهي تقول لي هذا هو الخير اللي قلت لك يخرج منه. وهو يقول لها بشحال بغيتي تبيعيها؟ جاوباتو وقالت انا ماشي طماعه، عطيني غير باش نعيش حتى يديموا الامانه امانته. قال لها ما قلتي عيب، ولكن قبل خاصني نجربها عاد نخلصك. قالت ليه واخا السي عاشور، ولكن هاد القدره ما بقى ليها ما تعطيك اليوم، رزق اليوم راه عطاتو حتى الغدا ان شاء الله بحال هاد الوقت. قال لها صافي خليها عندي حتى الغدا نجربها ونخلصك. قالت ليه لا ما نقدرش، انا ما غاديش نبات في هاد القبيله وغدا دابا شاده الطريق. قال لها غير صبري ما تمشيش انا غادي نشريها منك. قالت ليه واخا، ولكن هاد القدره عندها كلمه السر باش كتخدم، ولكن حتى تخلصني عاد نقولها لك. ايوا يا سيدي داكشي اللي كان، عطاها السي عاشور سره عامره ديال الفلوس وعطاتو القدره ومشات خارجه بحالها. وهو يقول لها بلاتي فين غاده؟ مازال ما قلتي لي كلمه السر. قالت ليه غادا نقولها لك ولكن بشرط. شرطي عليك السي عاشور هو ديك السلعه كلها اللي خديتي اليوم من عند الجماله ترجعها لسوق الرحبه وتخلي عباد الله تزايد عليها واللي كتب ليه شي يديه. هو يجاوب ايوا الا ما خرجتهاش شنو غادي يوقع؟ قالت ليه ما غادي يوقع والو، غدا غير نرجع لك رزقك وترجع لي القديره ديالي. ايوا يا سيدي السي عاشور بقى كيفكر وما لقى حل من غير يرجع السلعه لرحبه السوق. خرجت مهنيه من محل تاجر وشدات الطريقه هي ولدها الطريق لقبيله جديده، وهما جالسين كيرتاحوا حدا واحد الواد كانوا شي عيالات كيصبنوا تما، وهي دوز من قدامهم واحد البنت غزاله وكتشتم بالزين. هضرات وحده منهم وقالت شوفي المسكينه كيف ولات، اللي في الدنيا يطلب السلامه. ردات عليها صاحبتها صباح اللي بيتها فشان ويصبحها فشان، شكون قال بلي لاله نجمه اللي كانت السين والتباته والعقل ترجع غير دايعه وحفيانه؟ الله يجازي من كان حيله وسباب.
وهي تنقز ام هنيه وقالت: اسمحوا لي يا بنياتي نسولكم، وما ديروهاش مني قله الصواب. دخلت عليكم بالله لما قولوا لي شكون سبب ديك البنت في هذه الحاله. جاوبتها وحده منهم وقالت: واحد طماع ولد الهم ديب في سيفت بنادم. باه الله يرحمه كان لاباس عليه، وكان مهلي فيهم في الشهر اللي بغاتها كيحضرها عليها. ملي مات خلى ليها اللي تحرك ما يتم، وعاد الذهب والجوهر والنقره اللي خلات ليها امها الله يرحمها. ملي ماتوا خلاوها غير بوحدها. سمعها واحد هايبي جا من المدينه حتى لعندنا كيقلب عليها، وهي تقول لها: ام هنيه، وعلاش بغاها بنيتي؟ جاوبتها المرأة: قال بغا يتزوج ويسترها، ولكن السيد جابو غير الطمع. تزوج بها وتحايل عليها حتى كتبات ليه كل شيء وخرجها مع الباب، ومشى باع كل شيء ومشى دار محل ديال الذهب في القبيله اللي في جنبنا. والمصيبه ماشي هي المراه الاولى اللي دار ليها هاد الشيء. على ما حكاو الناس، فين ما سمع شي وحده لاباس عليها وحدانيه كيتزوجها حتى كيدي ليها رزقها ويلوحها. وهي تقول لها: ام هنيه، وهاد الشلاهب يا بنيتي شنو سميتو وفي اين قبيله كاين؟ جاوبتها وقالت: الدهيبي عيسى، وراه ماشي بعيد. الا قطعتي الواد غادي تلقاي واحد الزاويه، راه في ديك القبيله اللي تما. ايوا يا سيدي، مشات ام هنيه وولدها شدوا طريقهم للزاويه، وصلوا ليها وجلسوا يرتاحوا شويه. في هذا الوقت تاجر عاشور نهار كامل هو يسخن في الماء ويجرب في ديك الكديره ويتسناها تخرج ليه الفلوس، حتى كان غادي يخرج ليه العقل حتى هو. ايوا يا سيدي، غرايب ام هنيه مازال ما سالاو. تسناوني في الجزء الثاني ان شاء الله. وكيف العاده، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وخليو شي تعليق زوين، وإلا عجبتكم القناه ديروا اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.